هو كل مدرب ليه وجهة نظر معينة في التشكيل اللي بيختاره للمباراة، لكن بيكون صعب قوي لما مدرب يغير آخر 15 مباراة، كل مباراة تغيير شكل. مارسيل كولر، أنا عملت إحصائية دلوقتي، أو مش هقولك عملت إحصائية، شفت التشكيل والتشكيل كله بتاع الماتشات للنادي الأهلي من بداية الموسم آخر 15 مباراة. كل مباراة بيغير، وكل مباراة أقل تغييرات 4 تغييرات أو 5. أكرم توفيق مش مسافر مع نادي الأهلي، ما سافرش مع نادي الأهلي، النادي الأهلي وصل تنزانيا، ما سافرش. أكرم توفيق ما سافرش، معناه كأنه مش هيبدأ. في تغييرات هتحصل كتيرة برضو في مباراة النادي الأهلي وأفريكان سبورت. تمام؟ طيب ليه كل التغييرات دي؟ ليه كل اللي أنا بعمله ده؟ 15 تغيير او 15 مباراة بتشكيل مختلف طبيعي يأثر على اللعيبة. ومش عايز اسمع نغمة لا ده سياسة التدوير عشان الاجهاد. هو النادي الاهلي بس اللي بيحصل له اجهاد وسط الفرق دي كلها؟ النادي الاهلي بيحصل له اجهاد في وسط كل ده. صن داونز لعب الدوري الافريقي وبنفس التشكيل بيلعب في الدوري، ولعب الدوري الافريقي كله بتشكيل واحد. فانا مستغرب بصراحه لمارسيل كولر، يعني انا مستغرب لمارسيل كولر. اخر 15 مباراه كل مباراه بتغيير، او كل مباراه ب4 تغييرات او 5 تغييرات. اتمنى ان موضوع الاجهاد والكلام ده كله نخلص منه. انا الموسم اللي فات كنت بلعب بتشكيل ثابت، وحضرتك ما عملتش فتره اعداد. لا، السنه دي انت عملت فتره اعداد في النمسا، وعملت فتره اعداد الكل بيتحكى بيها. الموسم اللي فات حضرتك جيت من غير فترة اعداد. تعالى كل مباراة احنا اشتكينا منك في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا بسبب حمدي فتحي اللي كان عنده انذارين ومروان عطية اللي عنده انذارين وكنا خايفين عليهم. حضرتك قلت لا ده تشكيل اساسي وتشكيل ثابت، اللي لو خدوا انذارات او الكلام ده عادي، يعني عندي غيرهم كتير. فانا مستغرب. فاتمنى ان مارسيل كولر يغير من السياسة دي ويحاول يثبت تشكيل للنادي الاهلي. حسين الشحات من كتر ما بيقعد مستواه بتاع السنه اللي فاتت بقى مش مستواه اللي احنا نعرفه. فمش عارف بقى، ربنا يسترها ان شاء الله وربنا يكرمنا. حتى لو فوزنا على يانج افريكانز مش هنقول ان احنا خلاص بقى ادائنا كويس، ومش هنقول خلاص اصل احنا فوزنا فالدنيا تمام والدنيا واو والدنيا كده. لا، هفضل كده، هفضل اتكلم وهنفضل نتكلم عن اداء النادي الاهلي وعن سلبيات مارسيل كولر وسلبيات بعض اللعيبه لحد ما الاداء ما يكون بتاع السنه اللي فاتت، ونكون الافضل وندخل المباراه راكبينها من اول دقيقه. ندخل المباراه راكبينها من اول دقيقه، وهجمات واستحواذ زي ما كنا بنعمل، ونهدد المرمى وتصويبات وكل حاجه. بس هنروح بقى لبعض المواضيع كده وبعض التصويت للنادي الاهلي، ولكن فضلا وليس امرا اعمل لايكات، بس اعمل لايكات للحلقه وللفيديو عشان الفيديو يوصل، بيساعد اللايك عن الفيديو يوصل لكل الناس ان شاء الله. هنروح لموضوع كده، موضوع احمد حسام ميدو بيقول لك بيراميدز افضل من النادي الاهلي. طبيعي انك تقول كده، طبيعي انك تقول كده، لكن هو مش واخد باله انه بيقلل من نفسه. يعني احنا دايما بنقول قطبين الكره المصريين، وبرغم البطولات اللي عند نادي الاهلي وعند نادي الزمالك، والنادي الاهلي فارق عن اي حد في افريقيا، ولكن هو بيقلل من نفسه. قطبين الكره المصريين الاهلي والزمالك، في ظل ما الاسماعيلي واقع قوي بنقول اهلي زمالك اسماعيلي، ده التاريخ. لكن احمد حسام ميدو بيقول لك بيراميدز افضل. طبيعي انك تقول كده لانك بتقلل من نفسك. زي ما قلت قبل كده ان الكونفدراليه اصعب وفرقها اقوى من بطوله افريقيا. طب لما هي اقوى واصعب والكلام ده كله، يعني فرقتك او الزمالك ما بيوصلش نهائيات ليه في افريقيا او بيطلع حصاله ليه؟ فانت طبيعي انك لازم تقول كده. الاهلي بتصويت الجماهير، النادي الاهلي افضل فريق في العالم بتصويت طبعا الجماهير، ودي طبيعه احنا عارفينها. جمهور النادي الاهلي في اي حته واي تصويت واي حاجه فيها تصويت، جمهور النادي الاهلي بيكتسح اي حد. هنروح بقى لموضوع رئاسه رابطه الانديه الافريقيه
ورئيس رابطه الانديه الافريقيه هو رئيس نادي يانج افريكانز. ناس كتيره قالت لا ده هم قاصدينها على النادي الاهلي، ده في ناس بتقول ان المفروض كان النادي الاهلي. لا، ما ينفعش يكون النادي الاهلي، لانه بيقول لك لازم عضو المكتب التنفيذي الكاف ما ينفعش يكون 2 من دوله واحده. ما ينفعش يكون 2 من دوله واحده، يعني هنا ابو ريده موجود في المكتب التنفيذي، ما ينفعش يكون كابتن محمود الخطيب موجود. ما ينفعش يكون اي حد، حتى اي حد يخص اداره النادي الاهلي يكون رئيس للمكتب التنفيذي او رئيس لرابطه الانديه ويكون موجود داخل المكتب التنفيذي. فدي حاجه. طبعا رئيس نادي يانج افريكانز هو رئيس رابطه الانديه الافريقيه. طبعا كان هيكون رئيس رابطه الانديه رئيس نادي سيمبا التنزاني، ولكن لعدم حضوره بقى رئيس يانج افريكانز هو رئيس رابطه الانديه. بتتاخد طبعا الانتخابات وشعبيه وتصنيف وانجازات اكتر. وهو طبعا نادي واحد يعتبر هو النادي الاهلي اعلى انجازات واعلى تصنيف واعلى شعبيه، لكن طبعا زي ما قلنا ان الاستاذ هاني ابو ريده موجود في المكتب التنفيذي، فما ينفعش يكون رئيس النادي الاهلي هو رئيس رابطه الانديه المصريه. بيقول لك طبعا النائب الاول هي رئيسة كايزر تشيفز، والنائب الثاني هو رئيس نادي اقوى يونايتد. الرابطه بقى ايه اهميتها؟ كل ده اهميتها حاجه واحده بس، يعني في بيقول لك هيهتموا بالشباب ويهتموا بالدوري الافريقي ويهتموا بحاجات كتيره، لكن اهمها الاهتمام بالحكام والاهتمام بالفار. دي اهم حاجه، ودي حاجه طمنتني انا شخصيا، ان انت برغم كل ده الحكام، بنعاني من الحكام في افريقيا وبنعاني من الفار في افريقيا وبنعاني من حاجات كتيره جدا، لكن لو هيهتموا بالجزئيه دي فانا بقول لك ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون للنادي الاهلي في افريقيا بالتحديد. لو هيهتموا بجزء التحكيم وجزء الفار هيبقى كل حاجه ان شاء الله للنادي الاهلي. النادي الاهلي الفتره الاخيره بيعاني طبعا، والكل بيشوف والكل واخد باله النادي الاهلي بيعاني قد ايه. هنروح بقى الموضوع برضو مهم جدا، موضوع احمد السيد زيزو وعرض جديد من الشباب السعودي لاحمد السيد زيزو. بقى لهم موسم طبعا بيقدموا عرض لاحمد السيد زيزو. اولا الاستاذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي ما ينفعش ولا يقدر يمشي احمد السيد زيزو، مع انه يتمنى ان هو يمشي احمد السيد زيزو عشان يستفاد بفلوسه ويقدر يحل ازمات كتيره داخل نادي الزمالك بفلوس احمد السيد زيزو، لكن هيمشيه اول من الناس عليه. يمشيه في يناير الدنيا تتقلب على حسين لبيب، الدنيا تتقلب على حسين لبيب طبعا بعد احمد فتوح هيمشي وامام عاشور مشي والكلام ده كله، يبقى وعوده مع الجماهير ما اتنفذتش. لكن هو الاستاذ حسين لبيب ما يقدرش يمشي احمد السيد زيزو في يناير اللي جاي. لكن انا بقول لك اهو، احمد السيد زيزو لعب موسم مع نادي الزمالك عشان خاطر يرضيهم، اللي هو الموسم اللي فات والموسم ده. هو مش عارف يمشي، هو لو عايز يمشي، لكن هو بيقول لك انا الناس شافتني من نادي الزمالك، فهو اصيل. واحمد السيد زيزو اصلا على المستوى الاخلاقي لاعب محترم، لاعب ابن ناس قوي، لاعب متربي، لكن ان هو يمشي في يناير اللي جاي ما يقدرش يمشي في يناير اللي جاي عشان خاطر حسين لبيب الدنيا هتبوظ معاه. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، اتمنى تكون عملت لايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. سلام عليكم.